إن ما يحدث الآن في فلسطين إنما هو وعد الله ووعد الآخرة الذي ورد في سورة الإسراء. فقال الله عز وجل: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. فتكون هذا الكيان كله إنما هو وعد من وعد الله عز وجل، فقد جاء بهم لفيفا من كل البلدان ومن كل القوميات ليجتمعوا في بيت المقدس لتكون نهايتهم على أيدي المسلمين، حيث أن المسلمون في آخر الزمان ينادي الحجر: يا مسلم إن هذا ورائي فاقتله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بشرنا بهذه المرحلة التي ستعيشها الأمة، هذه المرحلة التي سينزل فيها المسيح عيسى بن مريم، لأن المسيح عيسى بن مريم لما كان مؤيدا بجبريل، حيث قال الله عز وجل: وأيدناه بروح القدس، وروح القدس هو جبريل، كان يمشي معه ويرافقه في كل حياته جبريل عليه السلام، فكان يخبره عن هذه الأمة فيقول له: إنها أمة مرحومة تدخل الجنة قبل كل الأمم، لنبيها شفاعة يشفعها. فرغبه في هذه الأمة، فطلب المسيح أن يكون من هذه الأمة، فقال: اللهم اجعلني منهم. فقال الله عز وجل له: إني رافعك إلي مطهرك. ثم يقول له: وإنه لعلم للساعة، وإنه لعلم للساعة في رواية أخرى. فالمسيح نزوله في هذه الأمة واقتداؤه بهذه الأمة والقيام بشرع الله عز وجل الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أن المسيح عيسى بن مريم ينزل بالمنارة البيضاء شرق دمشق، وهذه المنارة سبحان الله قد وضعت الآن فوق باب شرقي بدمشق، هذه المنارة التي ليست لمسجد ولكن هي منارة وكأنها منارة مسجد بيضاء كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، وهي في منطقة كلها مسيحيين نصارى، وفي جهة الشرق لدمشق وفوق باب شرقي، فوق باب شرقي ينزل عليها المسيح صلى الله عليه وسلم ويصلي به أحد من هذه الأمة. فيقول المسيح عليه السلام لما ينزل يقول له الإمام: تقدم يا روح الله فصلي لنا أو صلي بنا. فيقول: كلا كلكم أنبياء قد أقيمت الصلاة لك فصلي. تكريمة الله لهذه الأمة، هكذا كرمنا وجعل فينا من الأنبياء أمة فيها من الأنبياء، أولها محمد صلى الله عليه وسلم وآخرها عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم.